السلام عليكم، أنا ليان وعمري 16 سنة. وأول ما أقوله لك أنا مثلية وأفتخر. بس تعرف شلون الحياة مع هالكلمة؟ بالله عليك استمع لي. في المدرسة، مدرستنا اللي يقولون عنها أحلى المدارس، يمكن هي أحلى شيء للبنات الثانيات، لكن ليان هذه يمكن هي الوحيدة اللي تشوفها سجن. يوم كنت صغيرة وأنا ألعب مع البنات، كل البنات يحلمون بالعريس والفرح، وأنا أحلم إني أعيش حياتي مع بنت أحبها وأكون سعيدة. بس للأسف ما حد يفهم. مرة من المرات، تذكر يا مستر زين، كنت جالسة مع صديقاتي قلنا لي: ليان ليش ما تتكلمين عن العيال؟ ليش ما عندك كرش على فلان؟ قلت لهم: يمكن قلبي ما يميل لهم. فضحكوا وقالوا: يمكن عندك ميول. وأنا سكت. سكوتي كان جبانة لأني خايفة. وبعدها صار الشيء اللي خلاني أتغير. طلعت صورتين أنا وبنوتة أحبها، ما أقول لك اسمها، وكنا ماسكين بعض وليس ما صار بيننا شيء، لكن كانت نظراتنا تكفي. شافها واحدة من القبيل وطلعت الصورة للمدرسة. يا مستر زين، ذلك اليوم كان اليوم الأسود. نادى لي المديرة وقالت لي: أنت تخلين العيب؟ هذه سيرة وحشة. وكل المدرسة صاروا يتفرجون علي وأنا ماشية ويقولون: شوفوا المسكينة، هذه شاذة، حرام ما تصحونها. حتى صديقاتي اللي أعتبرهم أخواتي سحبوا علي. صرت وحيدة. وفي البيت لا ما قد قلت لهم، لأني أعرف ردة فعلهم. أمي مرة قالت: اللي يصير مثل هالشي ذا عار على العائلة، وأنا سمعتها، فكيف أقولها؟ كيف أقول لهم أنا كريمتكم وأنا كذا؟ بس تعرف شلون أنا الحين؟ الحمد لله ربي خلقني كذا، وأنا ما أخجل. يمكن المجتمع ما يتقبلني، يمكن أهلي يرفضوني إذا عرفوا، يمكن أضطر أعيش حياتي كلها في الخفاء، لكن هنا وضع إيدي على قلبي، هنا في صدري أنا أقوى منهم كلهم. أنا ما أضر أحد، أنا أحب وأخاف على مشاعري، وأنا إنسانة. فيه ناس يقولون لي: غيري من نفسك، وأنا أقول: والله ما أقدر، هذا أنا، ولو ربي كره في هالشي ما خلقتني كذا. أنا مؤمنة وأعرف ربي أحن علي من أمي وأبي. فالحين يا مستر زين، أنا ما أطلب منك غير شيء واحد. سمعتني؟ خلاص كفاية. أنا ليان، وهذه أنا، واللي ما يعجبه الله يسهل عليه. هذه ليان يا مستر زين، بنت سعودية تقول لك: الكفاح صعب لكن النفس أصلب.